النهارده فلوج يوم كامل بالسكيت. في البداية جهزت شنطة العدة، برضه البتاع ديت تصوير، والوش ده. النهارده هنزل بالسكيت اللي أول مرة هجربه، أول لبسة دي خالص، سكيت امبريال يلو باور سلايد. لسه جايبه يا جدعان وجديد اهوت. بسم الله. بصوا بقى، قولولي مبروك بقى وكده. نقفلوا السكيت ثانية، أعود على قفلة الكوبر. السكيت ما شاء الله يعني الصراحة مريح. أنا لبسته أول مرة في الشقة بس كده بقى، منزلتش بيه خالص، دي أول نزول لي يعتبر. نقفلوه كده. واللاين أول ما جبته تحسه كده ماسك على الرجل، تحسه لسه هياخد شكل الرجل. سمعت إن هو بياخد شكل الرجل مع الوقت عشان يبقى مريح. تمام كده، نبدأ بقى نتحركوا. كده بدأت أتحرك أهو بقى نركب الأسانسير. بس كده أهو في رجلي كده فخمة كده. توصل بقى على الأسانسير. هنا بدأنا نتحرك في الشارع عشان نروح ونركبه. وهنا كنا ركبنا منشية وبنقدر نتحركه. وادينا اهو كده احنا وصلنا المنشية. في البداية نستنى بقية التيم وكده، هنستناهم في الساحة اللي في المنشية. دلوقتي هنتحرك كده، المفروض متفقين نتقابلوا عند الجندي المجهول، بس هما كانوا لسه مجوش عشان انا كنت روحت بدري. بس الأجواء يعني تحفة الصراحة، في كده والهوا مع البحر حاجة تانية الصراحة. والسكيت كان لسه جديد، يعني بقى التجربة كانت حلوة الصراحة. هنا اهو كنا وصلنا عند وصلنا عند الساحة، محل في المنشية اللي قدام المحكمة. هاخدوا لفة بيها برضه كده وأوريهالكوا. ده السكيت الجديد. أنا بس بصوا البحر يا جدعان، شكله جاي رايق الصراحة. وهنا تقريبا هعمل واحدة باك بقى. باك اهو. ايه دوز. هنا بقى هعمل حركة ان انا امشي على ايدي. واو، دي اللي بمشي على ايدي اهو. ولحد يا جدعان ده عشان الحركة دي
ده كاليستانكس بقى، ده مش كتير. هنا كانوا الناس كلها وصلت بقى وبدأنا نتحركوا. احنا النهارده نازلين اصلا نعملوا دعاية لمحل مكياج. ده صاحبي كنت عاطيله الكاميرا وجنبه عمو ابراهيم اللي واقف وراه. عمو ابراهيم ده بقى فنان يعني، ياكل وبتاع كده بس اوي يعني. محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله. تعال نتفرج طيب. هنا كنا وصلنا عند البدر برضه. بس هنا كنا واقفين عند العربية الدوج ولبسنا الأعلام وبنجهز الحاجة، وأنا حمو إبراهيم كان بيسمعنا صوته الجميل. ازاي يا حبيبي؟ بسم الله مساء ويا غني وانا لا بس ابن متنك غني صوت ابن متنك غني بس غني بس ما اعرفش اغني. شايف ما كانش راضي يغني. عمو إبراهيم هو اللي كان الكاميرا. واحدة بس وعلى الجيل هو أنا خدت الكاميرا منه. العالم وين؟ العالم وين؟ يلا نصور بقى. وبعدها ما قعدنا نلف شوية ونعملوا دعاية وكده، كان في بريك، قعدنا خدنا بريك شوية وقعدنا الاسكتات برضو. يا ابني مبلوجر بتصورها ازاي؟ ايه؟ مبلوجر بتصورها ازاي؟ الاسكتات بتاعتنا احنا التلاتة اهو، والباقي كانوا هناك، كانوا جنبنا من الناحية التانية على النافورة. لا لا معلش هنا بقى كنا في الوقت خالص، كنا في آخر اليوم خلاص وقلعنا كل حاجة، واقفين عند الدوج بقى نشيلوا الشنط بدل دوت. وقبل اللحظة دي كنا في مول الكاتشب، أنا كنت جايبه بطعم الكاتشب، واحد صاحبي كان جايبه بطعم الكاتشب برضه، واللي واقف ورا ده كان جايبه بطعم الفراخ، وهو اللي كان واقف جنبي بيعمل قلب ده اللي جايبه بطعم الكاتشب. وأنا بقى لبسنا الجوكر بقى عشان نخوفوا الناس. يبدأوا بقى نتحركوا بقى ونروحوا عند فين؟ هنروحوا عند المتحف الروماني. بس والله يا جدعان المود بيفتح حاجة تانية وسكتشات بقى خلاص بقى. هنا بقى نبدأ نتحرك على المتحف. يلا بينا يلا بينا يلا بينا.
إنما يقول انزل لي دي. بفكر برضه أنا أبقى أعمل لكم فيديوهات تحديات مع الناس، أعمل تحدي بين اتنين مثلا لو إيه رأيكم؟ اشتري مايك أو اشتري كلام، إيه رأيكم كده في الفكرة دي؟ لو عجباكوا انزلوا في التعليقات اكتبوا حلوة أو اكتبوا أفكار كده تحبوا تعملوا تحبوا أعملها لكم كده. أنا بكون مثلا هشام وأنا نمشي ازاي؟ بقول لك هتطلع من وحمو البتاع ده. نمشي ازاي؟ أبني السجاير. وشو يعني احنا قدام حتة كده هتلاقونا هنعمل شارع الصراحة. شوفوا دلوقتي يا عم طوالي. يعني كنا واخدين الشارع السريع كده. عايز تصور؟ هنا بقى المسكوتش اللي بقولك عليها، أنا مسكوتش برضه رايقة دي. دوس على الحته الحمراء كده برضه الكاميرا كانت بتصور. يلا بينا بقى واحدة ثالثة تتشامل اللي بتوقع الوش دي. لسه لا عاوز بس رايقة يعني. الشارع حلو والشارع هادي، حاجة في الرايق من جوه. خدش بصي. شوف فين احنا ولا حاجه حته صح؟ صوري وبعدين انا هقول صح؟ ايه؟ سيبوا اللي عمال اقول لي ها؟ سيبوا اللي عمال. ناخد بص